ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الماربل كيك بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنجيب 3 بيضات. انا بحب اعمل اختبار لكل بيضه لوحدها عشان لو في بيضه فيها مشكله ما تبوظليش الكيكه كلها. هنبدا نضربهم كده بالمضرب الكهرباء زي ما انتم شايفين. ضفت عليهم حوالي كوبايه من السكر وهنضربهم مع بعض لحد ما القوام يبقى لونه فاتح. حطيت حوالي تلت كوبايه من الزيت. دول هنا كوبايتين من الدقيق عليهم باكت بيكنج باودر، رشة ملح. كوبايتين من الدقيق اللي هما مجات الشاي حوالي 400 جرام تقريبا. هننخلهم كده. هنقلب بالراحة وممكن نستخدم مضرب يدوي عادي. طبعا هننزل الجناب بتاعتنا بالسباتيلا عشان لو في اي حاجة ميبقاش في اي تكتلات او حاجة ما اتضربتش معانا. في الوقت ده انا كنت غليت كوباية من اللبن عليها معلقتين كبار من الزبدة، وهنضرب كده بهدوء برضو. هنلاحظ ان القوام بتاعنا خفيف، ما نقلقش ولا اي حاجه، ده عشان اللبن معانا سخن. حطيت باكت من الفانيليا وهنبدا ناخد نص المقدار بتاعنا وهنحط عليه معلقتين من الكاكاو. طبعا بننخل الكاكاو قبل ما نحطه عشان لو في اي كتل صغيره كده هتشوفوها معايا. وهنقلب كويس. انا هنا هستخدم المضرب عشان اعرف اقلب كويس. حسيت ان القوام بتاعي تقيل شويه، هنضيف معلقتين من اللبن عشان نوصل لقوام مظبوط معانا. انا جبت صينيه مقاس 26 بطنتها بالزبده وبالرشه دقيق، وهنبدا ناخد مره فانيليا ومره شوكليت، مره فانيليا ومره شوكليت بالتبادل. في الوقت ده كنت سخنت الفرن على درجه حراره 180، لازم الفرن يكون سخن. وبعدين هنبدا نعمل اشكال متداخله كده بحاجه طويله عندنا في المطبخ او ممكن عصايه الشيش طاووق بتاعتنا اهو زي ما هتشوفوا معايا كده. ندخلها الفرن تقريبا هتاخد 25 ل 30 دقيقة، وده كان شكلها بعد ما خرجت من الفرن. كانت الريحة خطيرة وطعمها تحفة زي ما انتم شايفين، هشة وجميلة. لو عجبكم الفيديو لايك على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب. هسيب لكم اللينك في اول كومنت، وبألف هنا.